السلام عليكم الأصدقاء. حقق فريق الرجاء الرياضي الفوز على فريق اتحاد توارقة ضمن الجولة الرابعة من البطولة الوطنية. في هذا الفيديو غنشوفوا كيف جاء انتصار العالمي على الفريق التوروقي، واش توفق المدرب الألماني زيمباور في اختياراته، وكيف كان أداء بعض لاعبي الفريق الأخضر. وفي الأخير غنعطيكم التشكيل المثالي لفريق الرجاء بالنسبة ليا. باش تعرفوا جميع التفاصيل بقوا معنا. انتظر فريق الرجاء العالمي 85 دقيقة باش يسجل الهدف اللي منحو الفوز وتحقيق 3 نقاط اللي تحصل عليها بصعوبة أمام فريق اتحاد توارقة. ودخل الرجاء المباراة بقوة بحيث ضغط على توارقة في مناطق وكثف من الهجمات من أجل تسجيل الهدف الأول في الدقائق الأولى، وخصوصا الاعتماد على الأطراف اللي نشطها كل من آدم النفاتي ونوفل الزرهوني اللي قام بتسديدة قوية. في الدقيقة 3 استطاع الحارس يصدها ورجعت الكرة عند الوافد الجديد بوغرين اللي تيرا كورته واصطدمت بالعارضة الأفقية. وواصل الفريق الأخضر الضغط ديالو خصوصا عبر التمريرات العرضية والضربات الركنية تجاه رأس اللاعب العراقي أيمن حسين اللي ما قدرش يترجمها الأهداف، وذلك راجع للمراقبة اللصيقة اللي كانت مضروبة عليه من دفاع التوارقة. انتهى الشوط الاول من المباراه بالسيطره الرجاويه دون تسجيل الاهداف. الشوط الثاني دخلوه لاعبي الرجاء بقوه اقل، وذلك راجع للمجهود البدني اللي بذلوه في الشوط الاول، الشيء اللي خلى لاعبي التوارقة يتحروا وخرجوا من المناطق ديالهم بحثا على صناعه الفرص، الشيء اللي استغلوا نوفل الزرهوني اللي وجد المساحه وتوغل بمهاره عاليه من الجهه اليسرى ومرر كره رائعه ليسري بوزوق اللي سجل الهدف الوحيد بضربه راسيه لتنتهي المباراه بانتصار الرجاء بصعوبه ومعاناه في ترجمه الفرص الى اهداف. ودابا غنتكلموا على اداء بعض اللاعبين اللي كيقدموا اداء باهت، وكذلك اختيارات المدرب اللي كتلقى انتقادات كبيره من الجمهور الرجاوي في المباريات السابقه، بحيث كان كيعتمد على نفس تشكيل الموسم السابق مع البدايه وما عطى الفرصه للاعبين الجدد حتى الشوط الثاني، الشيء اللي ما تقبلوش الجمهور ليخضع المدرب في هذه المباراه، وذلك باجراء بعض التغييرات على التشكيل الاساسي، بحيث دخل المهاجم العراقي في مركز راس حربه مكان الزرهوني اللي رجع لمكانه الاصلي كجناح، ودخل ادم النفاتي اللي عطى بوادر جيده وتحركات جميله في الاطراف مكان زريده اللي كيلعب في مركز وسط ميدان وبالضبط كلاعب ربط، وهو المركز اللي كيشغله محمد المكعازي اللي تدنى المستوى ديالو بشكل كبير، بحيث كل الكرات اللي كيشدها كيرجعها للخلف بدون ما يحاول يعطي كره في الامام من اجل ايجاد المساحات. في مركز صانع الالعاب واللي كيعاني منه الفريق هاد جوج المواسم السابقه، واللي كيلعب فيه المدرب اللاعب اللي حشومه يحمل قميص الرجاء وخصوصا رقم 10 اللي لبسوا اساطير وعلماء كبار في الكره. وهنا كنهضر على زكريا الوردي اللي كل الرجاويين كينتقدوا الاداء ديالو، وفي هذه المباراه شفنا المدرب اعتمد على صابر بوغرين اللي قدم اداء محترم خصوصا في الشوط الاول، وكذلك ما نساوش الاداء الجيد اللي قدمه كل من روجر اهولو في وسط الميدان، بحيث كان كيقطع الكرات وكيساهم في بناء من الخلف وكذلك امام منطقه عمليه الخصم، بالاضافه الى اللاعب سوبول اللي قدم مستوى جيد في هذه المباراه. والان غنعطيكم تشكيل نموذجي لفريق الرجاء العالمي بالنسبه ليا. في حراسه المرمى بدون نقاش انا الزنيتي، في محور الدفاع المقدم والعراسي وكظاهر ايسر سوبول حتى يرجع بالعمري من الاصابه. في مركز ظهير ايمن بولكسوت اللي كيقدم اداء جيد. بالنسبه لوسط الميدان الدفاعي غادي نختار روجر اهولو، ولاعب الربط اللي غادي يكون هو مهدي مبارك اللي حشومه ما يكونش اساسي. بالنسبه للبديل ديالو غيكون هو محمد زريده. بالنسبه لصانع العاب غنختار صابر بوغرين، والبديل ديالو هو دومينغو اللي خاص تعطاه فرصه تدريجيا. وفي الاجنحه الزرهوني والنفاتي، وبالنسبه للبوسوق غيبقى كجوكر. وفي راس الحربه ايمن حسين اللي متاكد خاصو غير شويه ديال الوقت واللي يعطيه كرات في المقاس. اخوان شكرا على المشاهده، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا جيم الى عجبكم الفيديو. تهلاو.